8 مايو مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية بقيادة السفينة جورج اتش بوش أغلقت خليج عمان. من بين العشرات من السفن المتوقفة هناك سفينتان تبرزان عن البقية، وهما تتحركان ببطء ولكن بثبات نحو ميناء إيراني قريب. دي هم ناقلات النفط الإيرانية اللي بيرفرف عليها علم إيران، MTC ستار 3 و MTC سفدة، واللي الاثنين حالياً بينتهكوا بشكل مباشر القوانين الصارمة للبحرية الأمريكية. حصار مضيق هرمز بقاله أكثر من 3 أسابيع من ساعة ما تم الإعلان عن الحصار ده. كل قبطان سفينة تجارية بيعدي من المنطقة دي بقى عارف دلوقتي قواعد المضيق وكمان أهمية الالتزام بيها، ولو ما التزموش السفن الحربية الأمريكية واقفة مستنية، المدمرات سايبة نفسها على السطح والطائرات المقاتلة بتلف في السحاب فوق. كل قبطان في المنطقة عارف إنه التهديد حقيقي جدا، بس السي ستار 3 والسفدة مش بيوقفوا، مكملين في طريقهم لهدفهم، وطائرة أمريكية FFA-18 سوبر هورنت بتلف فوقيهم. الأوامر جات من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه ناقلات النفط الإيرانية لازم تتعطل فوراً، تتعطل مش تتدمر. دي نقطة مهمة، مش معنى كده إن أمريكا مش قادرة تدمر السفن دي أو تغرقها في أعماق البحر، بس السفن دي مش سفن حربية معادية، دي ناقلات تجارية وعليها طاقم شغالين وبيعملوا شغلهم وبينفذوا أوامر من فوق. أمريكا مش محتاجة تقتل مدنيين أو تخرج سفن عشان توصل رسالة، بس في نفس الوقت مش هينفع تسيبهم يكملوا. في خلال دقائق الطيارة FA-18 بدأت تنزل ناحية أول سفينة من الاثنين ومستعدة تضرب بدقة عالية. غرفة المحرك مصفحة بشكل كبير، فالطيار محتاج طريق مباشر لنظام الدفع من غير ما يلمس الهيكل الخارجي. هدفه هو ماسورة عادم عرضها 6 أقدام، وهو بيقرب من هدفه طيار السوبر هورنت بيخلي كمبيوتر التهديف بتاعه يثبت على الهدف وبيجهز قنبلة موجهة بالليزر بدقة عالية جدا. البحرية ما كانتش عايزة تخاطر بالضربة دي، بس اضطرت تعمل كده. بالضبط من 10 أسابيع يوم 28 فبراير الولايات المتحدة وإسرائيل دخلوا في حرب مباشرة مع إيران، واللي انتهت باغتيال الزعيم الأعلى للبلد آية الله علي خامنئي. في الأيام والأسابيع اللي بعدها معظم الجيش الإيراني اتدمر، ومع قلة الخيارات اللي قدامهم البلد اضطرت إنها تسد المرور في مضيق هرمز، واحد من أهم الممرات المائية في العالم واللي بمر منه 20% من إمدادات النفط العالمية. آلاف السفن اتعلقت بعد كده وسعر النفط ارتفع بشكل جنوني، وأمريكا حاولت كذا خطة علشان تكسر الحصار وتفتح المضيق من تاني. الموقف اتغير بشكل كبير يوم 12 أبريل لما نائب الرئيس الأمريكي JD فانس أعلن إنه محادثات السلام المقترحة في باكستان بين أمريكا والقوات الإيرانية فشلت، وإن الطرفين ما يدروش يوصلوا لاتفاق، وإن ده خبر سيء لإيران أكتر بكتير من إنه يكون خبر سيء لأمريكا. وفي نفس اليوم ده الرئيس دونالد ترامب شرح بالضبط إيه هو الخبر السيء ده بالنسبة لإيران، وأعلن إن القوات الأمريكية هتستولي رسمياً على مضيق هرمز، وأضاف إن أمريكا هتبدأ تدمر الألغام اللي إيران زرعتها في المضيق، وبعدها بيوم واحد خطته تنفذت فعلاً. وسنتكوم وضحت بشكل صريح إنه أي سفن داخلة أو خارجة من موانئ أو مناطق ساحلية إيرانية هتتوقف، في حين إن باقي السفن تقدر تكمل رحلتها من وإلى أي موانئ غير إيرانية في المنطقة بحرية. تنظيم حصار في ممر مائي ضيق لكنه مؤثر جدا ومتنازع عليه بشدة مش حاجة سهلة، وأمريكا ما بخلتش بأي مصاريف عشان تحقق ده. نشرت آلاف الجنود ومئات الطائرات وكمان أكتر من 12 سفينة حربية كبيرة. القوة دي كان المفروض تكفي عشان ترعب أي قبطان أو قائد حتى لو فكر يعصي أوامر الأمريكان، بس ما خدش وقت طويل قبل ما تحصل أول أعمال التحدي. رغم التعقيد الكبير في إنشاء وفرض حصار في مضيق هرمز، الطريقة اللي ده كان بيشتغل بيها فعلياً بسيطة جداً. الولايات المتحدة بتراقب الممرات المائية باستخدام طياراتها وأسطولها البحري عشان تدور على أي سفن بتخالف القوانين. لو تشاف أي سفينة بيتم تحذيرها. منطقياً المفروض إنهم يلتزموا بالتحذير ده، ومش هيكون في أي إجراء تاني مطلوب. وده بالضبط اللي حصل في البداية لما القوات الأمريكية اعترضت وحولت مسار عشرات السفن ووقفت تدفق عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني. بس في 19 أبريل بعد إعلان ترامب بأسبوع واحد بس حصل أول اختبار كبير للحصار.
سفينة MV توسكا اتشافت وهي ماشية مباشرة ناحية مدينة بندر عباس المينائية الإيرانية. دي سفينة حاويات بحجم باناماكس، وزنها الكلي أكثر من 66 ألف طن، وطولها أكثر من 960 قدم. دي فعلا وحش البحار، وقادرة تنقل كميات ضخمة من البضائع حوالين العالم. لما شافوا السفينة الضخمة دي بتتحدى الحصار بشكل مباشر، أمريكا بدأت تتبع الإجراءات اللي متعودة عليها. المدمرة المزودة بصواريخ موجهة USS بروانس اتبعت علشان تعترض تسكار وتوجه لها تحذير واضح وتطلب منها توقف رحلتها وتغير مسارها فوراً. رفضت. لمدة 6 ساعات المدمرة البحرية فضلت تلاحق تسكار، وكانت بتبعت تحذيرات متكررة عن طريق راديو للجسر، وكمان أطلقت طلقات تحذيرية قدام مقدمة السفينة. وبرغم كده قبطان تسكار رفض ينفذ الأوامر وعرض نفسه وطاقمه وكل السفينة للخطر بتهور. الساعات بتعدي بس مفيش حاجة بتتغير. 6 ساعات وقت طويل في البحر، وبرغم أن سفن الشحن زي تسكار بتتحرك ببطء، لكنها برضو تتحرك وبتقرب أكتر وأكتر من وجهتها مع كل لحظة بتعدي. أمريكا مش هتقدر تستنى للأبد، المواجهة دي ما ينفعش تفضل مستمرة. وعلشان كده بعد 6 ساعات مملة من الاتصالات رايحة جاية من غير أي نتيجة إيجابية، الأمر جه من قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر. السفينة سبرونس عندها الصلاحية تطلق نار تعطيلية على التوسكار اللي على متن السفينة الإيرانية. رسالة تانية جات من الأمريكان، بس المرة دي مش تحذير، المرة دي ده أمر. أي حد في غرفة محركات التوسكار لازم يخرج فورا، وإلا هيعرض حياته للخطر. بعدها على طول المدمرة الأمريكية فتحت النار بمدفعها الرئيسي مارك 45 مود 4 عيار 5 بوصات. السفينة نفذت ضربة دقيقة جدا شبه قناص مباشرة على غرفة محركات التوسكار. 9 طلقات، ده كل اللي احتاجوه. وظائف ال5 بوصة اخترقت جسم السفينة الحديدي مباشرة، دخلت من برا غرفة المحركات وقطعت أنظمة الدفع بتاعة السفينة. في ثواني التوسكار وقفت فجأة. اتحذرت وما سمعتش الكلام، ودلوقتي دفعت الثمن. بعد نص ساعة بالكاد مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 31 MEU وصلوا للسفينة بالهليكوبتر، واستغلوا سنين تدريبهم بشكل فعال جدا في عملية اقتراب سريعة ومنظمة، وسيطروا على السفينة في وقت قصير. في ضربة واحدة أمريكا أثبتت أنها جاهزة وعندها الإرادة والقدرة على تنفيذ الحصار بأكفأ وأدق الطرق الممكنة، مش عن طريق قصف جوي أو ضربات صواريخ، لكن بهجمات دقيقة جدا بتشل حتى أكبر سفن الشحن العملاقة. في لمح البصر الموضوع ما بقاش مجرد حرب كلام، لكن بقت أفعال حقيقية وقوية. السؤال الوحيد اللي باقي هو إذا كان ربان إيران حيتعلم من مثال تسكار، ولا حيستمر في محاولاته المتهورة للهروب من الحصار؟ الإجابة بتوصل بسرعة يوم 6 مايو. إيران ما تعلمتش الدرس. في الأيام اللي فاتت بعد تعطيل التسكار تم رصد وإيقاف أكثر من سفينة من اللي بسموهم كاسل الحصار. إيران حتى بدأت تستخدم تكتيكات الناقلات الشبح، وبقت تبعت سفن شحن بأجهزة التتبع المعطلة وأسماء مخفية على أمل إنها تقدر تعدي من غير ما حد ياخد باله. بس أمريكا دايما بتراقب بعينيها في السماء وفوق المية، وقواتها بتتابع كل سفينة بتعدي من مضيق هرمز. هم بيحددوا كل سفينة بعناية وبيفحصوا تاريخها وملكيتها وأعلامها وتفاصيل تانية عشان يعرفوا جاية منين ورايحة فين. ولسه شايفين سفينة إيرانية تانية بتحاول تعدي الحصار من غير ما حد ياخد باله. المرة دي اسمها MT هزنة، ودي نقلة نفط خام ضخمة طولها أكتر من 1000 قدم. هي ماشية في المياه الدولية في طريقها لميناء إيراني تاني على خليج عمان. دلوقتي الأمريكان بقوا حافظين الروتين زي كف إيديهم، بيبعتوا سفينة عشان تعترض الهزنة وبيبعتوا أول رسالة تحذير. السفينة بتقلها بشكل واضح إنها بتخالف الحصار ولازم تغير مسارها وإلا هتواجه العواقب، زي ما حصل مع التسكر. الحسنة رفضت. بيجي تحذيرات أكتر لكن برضو ما بتجيبش نتيجة. الحسنة مكملة في مسارها وقربت توصل للميناء اللي رايحة له. مرة تانية أمريكا ما بقاش قدامها أي خيار تاني. طيارة FA-18 سوبر هورنت من البحرية الأمريكية بتقلع من حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن وبتتجه بسرعة ناحية الناقلة الإيرانية. الطيار جاله أمر إنه يعطل السفينة، بس المرة دي ما استهدفش غرفة المحركات زي ما عمل مع تسكار. بدل كده هو وجه تصويبه على هدف أصغر كمان،
الدفة اللي موجودة ورا مروحة النقلة. تنفيذ الضربة دي محتاج مهارة غير عادية، بس أمريكا عندها من أفضل الطيارين في العالم، وده نتيجة لبرامج تدريبية من أقوى البرامج اللي اتعملت في التاريخ. وهو بيقرب بالزاوية المثالية وبيظبط تصويبه بالظبط. الطيار بيضغط على الزناد بتاع مدفع M61A2 فولكان عيار 20 ملم اللي في طيارته سوبر هورنت، وبيضرب كذا طلقة مباشرة في الدفة وبيعطلها في لحظة. الهازنة ما فقدتش الطاقة، محركها وكل مكوناتها المهمة تقريبا كانوا سليمين وما تأثروش، وكمان القبطان والطاقم ما حصل لهمش حاجة، بس الدفة كانت بعد ما لهاش لازمة والسفينة اتعطلت. تدمير الدفة في ناقلة طولها 1000 قدم بيخلق خطر كبير إنها تفضل تسرح في البحر، لأنه من غيرها الناقلة بتتحول لصاروخ ضخم من غير توجيه، ومعرضة تسرح بشكل خطير وسط حركة السفن التجارية أو حتى تغرز في الشاطئ. القيادة المركزية الأمريكية كانت محتاجة طريقة تعطل السفينة من جواها وتجبرها ترسي في مكانها بالضبط. وده بيرجعنا ليوم 8 مايو. السفينة MTC ستارت و MTC سيفدا مكملين طريقهم في خليج عمان. لو قربنا على ميناء إيراني قريب من فوق وطيارة F-18 سوبر هورنت ماشية بسرعة مئات الأميال في الساعة بتقرب أكتر. هي كمان بتستعد علشان تنفذ ضربة دقيقة مذهلة تانية، مش على الدفة ولا في غرفة المحرك، في المدخنة. الهياكل العملاقة دي بتطلع من فوق السفن دي، بس لو بصيت جواهم هتشوف لحد تحت عند المحركات، لأن المدخنة دي في الأساس مجرد ماسورة عادم عملاقة رأسية، ولو قدرت ترمي قنبلة جوه الماسورة دي هتنزل لحد المحركات وتدمر مكونات داخلية مهمة زي صمامات العادم والاسطوانات من غير ما تعمل أي خدش في جسم السفينة من بره. محركات السفن الحديثة حساسة جدا لأي تغيير مفاجئ في الضغط، والضربة دي هتشغل فورا بروتوكولات التوقف الطارئ للسفينة، وده هيخلي السفينة تقف فجأة وبشكل درامي. عشان تنفذ ضربة زي دي ما ينفعش تعتمد على أي قنبلة قديمة، لازم يكون معاك واحدة مزودة بأفضل تقنيات التوجيه في العالم، وده بالظبط اللي عنده الهورنت، لأنه مجهز بقنابل GPU 54 ليزر جي دامز. القنابل دي في الأصل كانت قنابل غبية وزنها 500 باوند من غير أي أنظمة توجيه، وده معناه إن الطيارين كان لازم يحددوا توقيت إسقاطها بدقة عشان يكون عندهم أمل بسيط إنهم يصيبوا أهدافهم. لكن مع إضافة طاقم التوجيه من نوع جيدام، القنابل الغبية دي بقت شبه الصواريخ، لأنها بتستخدم نظام تحديد المواقع GPS وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي عشان تضرب أهدافها بدقة شبه كاملة وهامش خطأ بسيط جدا. إضافة التوجيه بالليزر بتزود دقتها أكتر كمان، وبتخليها تقدر تصيب أهداف متحركة بدرجة عالية من الاعتمادية. وهو بيظبط التصويب، طيار السوبر هورنت بيضغط الزرار، القنبلة بتتسقط، وأنظمة الملاحة الداخلية بتاعت GPU بتتولى المهمة وبتوجه المتفجرات ناحية الهدف. لو القنبلة خرجت عن الهدف حتى ولو ببوصة واحدة ممكن تضرب البنية الفوقية للسفينة أو سطحها، وده ممكن يسبب مئات الضحايا. بس ده ما بيحصلش، القنبلة بتروح بالظبط في المكان اللي المفروض تروح له، على طول جوه المدخنة. موجة الانفجار بتتحبس جوه الأنبوب الحديد، فمش لاقية مكان تروح فيه غير لتحت. 500 رطل من المتفجرات بينفجروا جوه المحرك ديزل بحري بحجم مبنى من 3 أدوار. الشظايا بتقطع الشواحن التوربينية، وأعمدة نقل الحركة الفولاذية بتتلف، والمحركات الرئيسية بتختنق، المروحة بتوقف، والسفينة بتغرق في الظلمة. بعد دقائق بس من تعطل أول سفينة إيرانية، الثانية بتتعرض لنفس المصير بالضبط. مرة تانية سلاح موجه بالليزر بيطلق من سوبر هورنت، السلاح بيتوجه لهدفه المدخنة وبيخش بسرعة جوا الفتحة وبيضرب أنظمة دفع السفينة من جوا. من شوية السفينتين دول كانوا ماشيين ببطء لكن بشكل لا يمكن وقفه ناحية وجهتهم، في انتهاك صارخ للحصار الأمريكي. دلوقتي أعمدة الدخان طلع منهم بعد ما محركاتهم وقفت، وطاقم السفينة بيجري على قوارب النجاة. الاتنين واقفين في المية ومش بيتحركوا، لكن الأهم إنهم لسه عايمين. ده معناه مفيش خسائر في الأرواح من غير لازمة، ولا أزمات إنسانية، ولا تسربات نفطية ضخمة أو كوارث بيئية نقلق منها، وده هو الهدف من ضربة المدخنة. الموضوع مش مجرد إن البحرية الأمريكية بتستعرض دقتها أو أسلحتها أو تدريب الطيارين بتوعها، دي أقوى طريقة لتطبيق الحصار البحري،
الضربة الدقيقة جدا والسريعة اللي تقدر توقف ناقلات النفط وسفن الشحن في مكانها، وكل ده من غير الحاجة لسفك دماء أو قسوة. لحد نص مايو 2026 القيادة المركزية الأمريكية بتقول إنه اعتراضات الحصار والضربات الدقيقة أدت لوقف أكثر من 70 ناقلة نفط من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. نفس السفن دي عندها القدرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل نفط بقيمة تقريبية 13 مليار دولار. البحرية الأمريكية شلت الأسطول ده باستخدام طيارات مقاتلة بتكلفة 60 مليون دولار. بس ايه اللي يحصل لو ما عندكش بحرية أصلا؟ لما فلاديمير بوتين استخدم أسطوله السري اللي قيمته 8 مليار دولار، أوكرانيا ما استخدمتش طيارات، استخدموا لعبة بتكلفة 20,000 دولار. شوف بالظبط ازاي عملوها لما تدوس على الفيديو اللي تحت، وهنشوفك في الحلقة الجاية من برنامج The Battlefield Show.